خلاص انا غلطان. استنى يا استاذ، اتفضل. اتفضل اتفضل معايا، اتفضل. لا لا لا، مش هينفع نركب معاكي ليه يعني؟ عشان انت ست وانا راجل، وبعدين ما ينفعش نركب احنا الاثنين في الاسانسير، لا واحد فينا يطلع. يا استاذ انا عارفه حضرتك انت جارنا هنا، انت شخص محترم جدا، فاتفضل. هذا حتى لو جاركم مش هينفع والله، يا انت تركبي يا انا نركب، وطالما انت جيتي يبقى الاولويه لك، اتفضلي انت لوحدك وانا مش هينفع نركب. يا استاذ عادي والله مفيش مشكله، اتفضل. انا ما عنديش مشكله مع حضرتك، انا عارفاك انت شخص محترم. المشكله مش فيك انت والله ولا فيا، المشكله في ان اسلامنا نهانا بكده. ما ينفعش ان نجمع انا وانت في اسانسير، وما ينفعش ان يعني انت تركبي انا اركب، عشان الناس ما تعرفش هتقول علينا ايه، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الشبهات، فيا انت تركبي يا انا نركب، وانت طالما وصلت وقلت لك الواجب ليك انت. هو فعلا انت حضرتك معاك حق في اللي انت قلته، وانا احترمت وجهة